بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق الخاص. هنعمله بقى طريقة حلوة جدا، وكل اللي ما يعرفش المحشي ورق الخاص هيعرفه معانا النهاردة. يعني عملنا محشي كتير، كرنب وبتنجان وورق عنب وانواع المحاشي كلها. محشي ورق الخاص بقى ده يعني مش مشهور جدا، لقيت بعض الناس مش عارفينه اصلا. يعني حبيت ان انا اعمله معاكم النهارده. طريقه سهله، طريقه المحشي بتاعه ازاي، وهنعمله مع بعض على طول بخلطه المحشي بتاعتنا العاديه. يعني عملت معاكم خلطات المحشي كتير، يعني المحشي ده معتاد، يعني المحشي المصري كلنا بنعمله او معظم الناس كلها بتعمله. فنعمل مع بعض المحشي الخاص. لقيت بعض المحافظات او بعض الناس مش عارفينه، فانا قلت هعمله معاكم النهارده. طريقه سهله جدا وجميله، هتعجبكم. واللي اول مره يشوفني ما ينساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. انا عملت الخلطه بتاعتي، يعني مجهزه كل حاجه عشان ما صعبش عليكم من الدنيا او اكتر عليكم في الفيديو. فحبيت ان انا يعني اختصر الوقت كده. فالخلطه بتاعتي الصلصه بتاعتي ما عملتها جاهزه يعني على طول، الخضره بتاعتي مخرطاها. فلفيت كله ببعضه كده يعني معاكم وانا بقدم في الفيديو. جبت بقى اللحمه بتاعتي ديت حوالي كيلو من اللحمه. هنشوحه. انا اللحمه بتاعتي يعني بتاخد سوا شويه. لو انت بقى متاكده ان هي مش هتاخد معاكي سوا قوي، فتديها تشويحه على طول وهتحطيها يعني تشتغلي بيها على طول. لو اللحمه بتاعتك هتاخد سوا معاكي او مش متاكده منها قوي، فانت هتديها تشويحه وتحط لها ميه، يعني تستوي حوالي 70% وتكمل تسويتها مع المحشي. انا بحب ان انا اديها تشويحه كده، يعني قبل ما اشتغل فيها خالص. حتى لو انا هسلقها ممكن اديها تشويحه سريعه كده، وبعدين بقى اروح ضايفه عليها الميه وكل حاجه انا بعملها فيه. كده يعني جبت طاسه معايا او حله او اي حاجه انت هتستعملي فيها. حطيت فيها معلقه من السمنه البلدي، ورحت نازله عليها باللحمه، اديتها صدمه كده من الجنبين الاتنين. وبعد ما اديتها صدمه كده واتخدت معايا لون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بقى بالتوابل. معايا توابل بقى زي ما انتوا عارفين بقى، توابل لحمه، ملح. حبيت ان انا احط الملح، يعني لقيت اللحمه بتاعتي مش هتاخد معايا وقت طويل، فهحب ان انا اتبلها او تاخد الطعم بتاعها يعني كويس علشان ما تبقاش معايا دلع. فحطيت لها الملح، مرقه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، توابل لحمه او السبع بهارات لو انت حابه تضيفي عليها كمان، وفلفل اسود لو طبعا ده اكيد. بعد ما حطيت التوابل واديتها تشويحه كمان بالتوابل كده، وريحتها ما شاء الله كانت جميله جدا. يعني ريحه اللحمه كده ما تشوحيها بالتوابل بتخلي طعمها جميل جدا، وبتخلي الريحه بتاعتها تحفه جدا. خلصت بقى وحطيت لها كوبايتين من الميه عشان تستوي بيها، وسبتها كده على نار هاديه براحتها شويه. يعني قعدت حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع كده بالكتير، وطفيت عليها على طول. جبت بقى معايا الخس بتاعي. ده الخس، انا ما بجيبش الخس اللي هو الكبير ان انتي مثلا بتجيبي لي الاكل. انا بجيب ده خس بيبقى تحسوه كده بيبقى رفيع، طويله، الورقه بتاعتها مش عريضه. يعني وانت بتنقي الخس، وانت لو هتحشيه زي ما انا عملته، تجيب الخصايه بتاعتك الطويله السرحه، متبقاش القصيره المكببه، عشان الورقه بتاعتها تبقى طريه معاكي وتعرفي تحشيها لو انت اول مره بقى ان انت تحشي المحشي الخاص. فانا كده يعني جبت بقى الخس بتاعي، وكنت غسلاه طبعا قبل ما اشتغل فيه خالص. اللحمه بتاعتي شايفين الشكل بتاعها، شربت الميه كلها. لو انت بقى عايزه تضيفي ميه تاني، ضيفي عليها ميه تاني، كوبايه ميه واحده بواحده كده. انا مش عايزه المرقه بتاعتها خالص، انا عايزه اللحمه بتاعتي تبقى شاربه الميه بتاعتها ومتشوحه وتبقى شكلها حلو زي ما انتوا شايفين. جبت بقى الصينيه اللي انا هحشي فيها. صينيه تكون يعني غويطه شويه، ما تكونش يعني حرفها صغير، يكون حرفها عالي شويه علشان المحشي بتاعي وانا بحشي. وبعد ما احط له الشوربه بتاعته او المرقه بتاعته، ياخد ويدي في نفسه كده، ما ينزلش بقى كده في الفرن بتاعك او يعمل بقى ريحه وشياط من كده. زي ما انتوا عارفين طبعا المحشي هو بيغلي بيقعد بقى يطلع ميه من فوق كده وينزل على الاحراف ويبقى شكله مش كويس. فانت حاولي تكوني الصينيه بتاعتك حرفها عالي كده. حطيت بقى رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود على الخضار بتاعي اللي هو البصل والطماطم والجزر. حابه تضيفي اي اضافات تانية في خضار تاني تحتها ما فيش مشكله، مش حابه تضيفي اي حاجه خالص
انا بضيفه علشان اللحمه بتاعتي او المحشي ما يلزقش معايا في الصينيه، وانا بفضيه او وانا اقلبه يديني الشكل اللي انا عايزاه. كده تمام بقى معايا بقى اللحمه ما شاء الله، شايفين الشكل بتاعها تحفه جدا، يعني سويتها تسويه يعني شبه كامله. مش يعني هتاخد برضو السوا بتاع المحشي ما بياخدش وقت طويل في السوا، فانا يعني مش هحط اللحمه نيه وتبقى اللحمه من تحت نيه والمحشي بتاعي مستوي. نيجي بقى نرجع للمحشي بتاعنا. شايفين بقى انا بلفه ازاي او ابرمه ازاي؟ شايفين لفه السمبوسك؟ هو نفس اللفه بتاعتي. تحط الرز وتلفي بقى كده لفه السمبوسك. مش عارفه الكاميرا مش موضحه قوي، انا يعني هحاول انا اوضحها لكم. هي نفس لفه السمبوسك وانا بلفه، هي نفس اللفه بتاعتي. للي اول مره بقى يعمله بصراحه هيبقى جميل جدا، كل اللي هياكل منه هيشكر لك فيه، وطعمه بصراحه تحفه وريحته بتبقى جميله جدا، وبالذات بقى بالطريقه ديت يعني. اللحمه مع المحشي كده بتبقى جميله جدا وطريقه حلوه. شايفين صابع المحشي مقفول، ما بيطلع مش طالع منه رزايه خالص. وهتشوفوا يعني وانا بقلبه ما شاء الله الصينيه بتاعتي كانت يعني مفيش فيها رزايه طالعه من المحشي، وكل ما شاء الله المحشي جميل ومفلفل كده وجميل. هنرص بقى الصينية بتاعتنا كده داير ما يدور لحد ما نخلص بقى ونغطي اللحمة او تخلص الكمية بتاعتك كلها في الصينية. كده تمام. اللي اول مرة بقى يشوفني ما ينسوش بقى الاشتراك والتعليقات الجميلة اللي بتديني طاقة ايجابية. بصراحة كل اللي بيعلقوا لي انا بشكرهم، لان كل التعليقات بتجيلي طاقة، بتديني طاقة ايجابية، وبحس ان انا بعمل حاجة بتفيدهم وبتعجبهم. فيا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة كلها وبتبقى سهلة وبسيطة عليكم. هنعمل بقى الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة بقى اللحمة بتاعتي تبقى كده في النص والمحشي كده حوالين منها، تبقى شكلها شيك كده وشكلها حلو، ونخلي الديكور كده في الاخر يبقى شكله حلو. اهم حاجة وانت بتلفي المحشي يبقى الورق بتاعك ما يبقاش يعني انت ما تغسلهوش قبلها على طول، علشان ورق الخس اول ما بالميه بيطوله بتحس ان هو كده رعرع وجمد معاكي ونشف، فتيجي تحشيه ساعتها هتلاقيه بيقطم معاكي. حاولي ان انت تغسليه قبلها بفتره، يعني مثلا هتحشي بكره تغسليه من النهارده يعني وتنضفيه وتخليه كويس، عشان لما تيجي تحشيه تحس ان الورقه بتاعتك تبقى سهله معاكي وانت بتلفيها زي السمبوكسه كده، علشان تبقى حلوه معاك. خلصت ما شاء الله المحشي بتاعي والله في ثانيه وانا واقفه، ما قعدتش خالص، عملت الكميه ما شاء الله حلوه. جبت بقى معايا قشطه، يعني ما يحلاش بقى محشي الخاص غير بالقشطه. انا معايا مرقه، انا حطيت القشطه كده على وش المحشي يدي بقى طعم ولون حلو قوي للمحشي. لو انت بقى ما بتحبيش المحشي بقى يبقى مقرمش من الوش، انا مش هغطي المحشي خالص، انا هحطه في الفرن كده. لو انت بقى عايزه المحشي بتاعك يبقى مش واخد لون كده زي اللي انتوا شايفينه ده، اللون ده بيبقى لونه جميل جدا وبيبقى بيقرمش. يعني اللي هيجربه وهيجرب الطعم ده ويجرب الطريقه اللي انا عملتها كده بالظبط هيلاقي طعم الوش بتاعها بيقرمش وجميل جدا. لو انت مش عايزه بقى الوش بتاعك يبقى مقرمش كده، لو فايض معاكي ورق من بتاع الخاص ممكن تفرديه على وشه، مش هيخلي المحشي من جوه طايله ولعه او هيقرمش معاكي. كده هنفضي بقى المحشي ما شاء الله. بعد ما فضيته حاسه ان هو كده عامل زي التورتايه، واللحم ما شاء الله دايبه دوب، والمحشي معايا مفلفل وجميل. يا رب الفيديو بتاعي يبقى عاجبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه واللي جايه.